السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معاكم ايه ابراهيم، ودي قناتي ايه والمطبخ. باذن الله هعمل معاكم النهارده الكرواسون الاقتصادي بدون لبن بدون بيض. هنشتغل بشويه كده بقى دقيق وشويه ميه، زائد المعلقه السحريه اللي باذن الله موجوده في كل بيت، والنتيجه عجينه قطنيه هشه طريه كمان خفيفه. هنشتغل كمان او هنحشيه كمان بحشوات مختلفة حلو وحادق. انكم هتبقوا مستمتعين جدا جدا وشغالين في العجينة، سواء قبل التخمير او بعد التخمير بإذن الله. فبقى كده نشوف الطريقة، بس متنسوش اللايك والاشتراك فضلا طبعا. شوف الطريقة معايا بقى كده. في البداية 1.5 كوباية من المية الدافية، معايا كمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. دي خميرة كوكس حلوة جدا جدا في المعجنات، بإذن الله تجربوها وهتعجبكم بإذن الله. كمان حطيت 3 معالق كبار من السكر. هبدأ بقى كده عندي أقلب كويس جدا. أول بقى ما ألاقي كده الرغاوة دي على الوش أعرف إن الخميرة نشطة وهبدأ أكمل شغل بيها. طب بالنسبة بس للمواد الجافة، هنزل في 3 كوبايات من الدقيق المنخول طبعا، عليهم نص معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، ودي طبعا مع الخميرة بتساعد طبعا ان العجينة تبقى هشة وطرية. في البداية طبعا هقلب بمعلقة عندي. دي كده 1.25 من الدقيق. طبعا زي ما قلت لكم في البداية 3 كوبايات من الدقيق، وبعد كده بقية الدقيق بنزل بيه شوية شوية. طب احط عندي ايه كمان بقى؟ دي المعلقة السحرية بقى اللي بقولكوا عليها، اللي بجد يعني بتخلي بقى العجينة كده طرية معاكي وهشة، بتساعد جدا طبعا مع الخميرة والبيكنج باودر ان العجينة تبقى طرية وهشة. ودول معلقتين من القشطة اللي هي وش اللبن، طبعا تكون بدرجة حرارة الغرفة. بالنسبة بس للدقيق حطيت قد ايه؟ حطيت كده دول كده 5 كوبايات من الدقيق. معاكي نص كوباية من الدقيق. طبعا بيختلف حسب نوع الدقيق وحسب طبعا امتصاصه للسوائل. بعد ما عجنت بعد ما عجنت حوالي كده 10 دقايق، طبعا بعجن يعني كل 3 دقايق كده، بريح ايدي لمدة دقيقة. كمان العجينة بترتاح فبتربي عرق معايا. طب انا سبتها بقى تخمر قد ايه؟ سبتها لمدة ساعة. هبدأ بقى كده اخمر اسفة. هبدأ بقى كده اهبط التخمير عندي وهقسمها لنصين. نغطي بقى كده، طبعا نص اللي هشيله، وهبدأ طبعا اشتغل بالنص التاني. رشة بقى دي كده خفيفة جدا، ما بكترش دقيق عشان العجينة ما تنشفش معايا. افردها بقى كده بالشكل ده، ولما باجي افردها بفردها بسمك تخين مش رفيع. زي ما انتوا شايفين اهو، يعني حوالي كده 1 سنتي. معايا بقى بعد كده معايا 1/4 كوباية من الزبدة، يا دوبك بس سيحتها كده على النار. طبعا تستبدلي الزبدة بالسمنة. بعد ما دهنتها كده بالزبدة، هبدأ بقى اجيب سكينة عندي وهقسمها بالشكل ده. طب هقسمها بقى ازاي كده؟ عندي هقسمها من بره لجوه عشان اظبط الشكل معايا. طبعا بالنسبة لحجم الكرواسون تقدري طبعا ان انتي لو عايزة تزودي يعني التقطيعات دي عن كده تقدري طبعا تزوديها. عايزة تقللي يعني مثلا كل واحدة من الارباع ديت مثلا ممكن مثلا تعملي 5 6 حسب حجم الكرواسون اللي انتي عايزاه. لو عايزاه صغير، عايزاه طبعا كبير بتقللي طبعا التقطيع. طب ايه بقى الحشوات اللي معايا؟ معايا طبعا جبنة فيتا
معايا كمان جبنة رومي، والجبنة الفيتا حطيت عليها شوية من الزعتر الجاف او الفريش لو متوفر عندك. حطيت كمان شوكولاتة، دي شوكولاتة سما حلوة جدا جدا، سعرها كمان حلو جدا جدا، تقدر تجيبيها من عند محل مستلزمات الحلويات. طبعا لو مش حباها تقدر طبعا تجيبي شوكولاتة خام، او تقدر تجيبي اللي هي الشوكولاتة الشيبس، ودي تقدر تجيبيها بأي سعر برضو من محل مستلزمات الحلويات، هتبقى حلوة جدا جدا. طب بعد بقى ما شكلت الكرواسون بالشكل ده، ببدأ الأطراف بتاعته بالشكل ده عشان تديني شكل حلو. طبعا بخلص وبحطه في الصاج عندي. ده بقى الجزء التاني من العطو كبير شوية. تمام. طب بعد بقى ما خلصت كده، يعني ما بسيبش الكرواسون بقى يخمر، لا يعني اول ما بخلص بجيب عندي ربع كوبايه من اللبن، عليه معلقه كبيره سكر، بدوبهم كويس مع بعض، بكده ابدا ادهن بيه الكرواسون عندي. طب ده ايه بقى؟ ده زعتر، حبيت بس اميز الكرواسون اللي فيه حشوه جبنه، اللي هي الجبنه الفيتا والرومي، عن الشوكولاته، فحطيت عليهم زعتر. طيب هدخله بقى على ايه؟ على فرن حامي، الشبكة تكون فوق الصاج مباشرة. طبعا اول ما بدخله طبعا بيفضل الفرن حامي، قعد معايا حوالي كده 10 دقايق، خد لون من تحت، وبعد كده قفلت الفرن وفتحت الشواية لحد ما اخد معايا اللون القمر ده من فوق، يعني كده قعد في الفرن حوالي 15 دقيقة. اول طبعا ما بيطلع برشه بسيط من المية وبغطيه بفوطة لمدة 5 دقايق عشان يطرى معايا بالشكل القمر ده. دي بقى حشوة الشوكولاتة عندنا اهي، يعني بصوا بقى ايه، باظظ خالص اهو. يعني بصوا بقى عجينة هشة طرية، يعني تحسي كده ان المقادير اغلبيتها طبعا موجودة في البيت، فبإذن الله الطريقة تعجبكم تعجب اولادكم. ولو ما تنسوش اللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.